النهاردة أنا هبدأ في سلسلة جديدة ليها علاقة بالأديان وتحليلها لمشكلة الإنسان أو لطبيعة الإنسان، وهل ده ممكن يشاور لنا على إيه هو الدين الحقيقي. في الحقيقة أنا كنت بحب أدور وأشوف الوجه الآخر للموضوع أو الرأي الآخر للموضوع، وأشوف إزاي الملحدين أو الأدريين أو الربوبيين بيفكروا في الموضوع ده. فأنا بدور اتقابلت مع شخصية جديدة على اليوتيوب، وهي شخصية آدم المصري. قبل ما أبدأ، في حاجة غريبة أنا بلاحظها، إن كتير من المصريين لسبب ما لما بيسيبوا دياناتهم أو معتقداتهم بيحبوا يحطوا اللقب الأخير المصري. معرفش إذا كان ده له علاقة بالبحث عن الهوية جديدة ولا ده مجرد صدفة بحتة. لكن موضوع يعني وفي واحد تاني برضو معروف اسمه The Egyptian Atheist، فعشان كده معرفش إذا كان في علاقة هنا ما بين الأسماء، لكن ده موضوع جانبي. هديكم مقدمة أو خلفية بسيطة خالص عن الفيديو بتاع آدم المصري. آدم المصري عمل فيديو سماه فشل المسيحية والإسلام في الرد على الأسئلة الوجودية. الفيديو تقريبا 20 دقيقة. أنا مش هحلله كله لأن في جزء منه هو بيتكلم عن الإسلام أو القرآن، وده طبعا ما بيخصنيش. لكن الملاحظ إن في 20 دقيقة عشان تحلل الديانات، 2 ديانات وهما ملهمش وجه شبه كبير، غير مثلا في بعض المصطلحات إن في تشابه فيها زي كلمة عبادة مثلا، لكن في الحقيقة الكلمات تعريفها بيختلف تماما في الديانات. فلما تيجي حضرتك وتحب تحلل ديانتين يكاد يكون مفيش أي علاقة ما بينهم غير في تشابه الأسماء زي ما بنقول، في مشكلة عندي أنا، لأن ده معناها إن التحليل هيبقى سطحي، بالإضافة إنه في 20 دقيقة أنا هحلل ديانتين، علامة استفهام كبيرة إن أنا هبقى سطحي جدا في تحليلي. فدي أول علامة، أول فلاج، ريد فلاج زي ما بنقول، لما بسمع أي حد وهو بيقرر ويقول فشل الأديان. عارف زي البتاع في خلال 3 أيام هتفقد 10 كيلو لو اتبعت دايت الموز. هو ده اللي احنا الوعد اللي بنسمعه. فأتمنى إن الناس تبقى وهي بتسمع وتشوف عناوين فلاشي وكبيرة إنها تبتدي تبقى تحط الفكر النقدي on، لأن صعب جدا إنك أنت تحكم على فشل الأديان وديانتين مختلفتين تماما في خلال 20 دقيقة أو أقل. أوكي، أنا جريت المقدمة وإسلام. وهو هنبتدي نسمع هو إيه اعتراضه. هو بدأ بحتة إسلامية من القرآن. خلينا نسمع إيه اعتراضاته بالظبط، إزاي العلاقة ما بين إني عشان تبقى من الله لازم، هل هيبرر ليه لازم عشان تكون من الله لازم يكون الإعلان بالتحديد خلق علي وخلق يوسف ليه؟ هنشوف هو هيقول ايه. وضح ازاي كل دين وكل عقيدة سواء يهودية مسيحية او اسلام، ازاي كلهم فشلوا في الرد على الاسئلة الوجودية. أكله ومشى مبدئيا كده هو في اكتر من سبب واكتر من دليل بيثبت فشل الاديان في التعامل مع الاسئله الوجوديه، ولو كملت معايا لاخر الفيديو ده هتلاقي حجج قويه بترد على المسيحيه تحديدا وحجج بترد على الاسلام خصوصا. لكن خلينا نبتدي بالحجه الاساسيه واللي تنطبق على كل الاديان عموما، الا وهي ان كل الاديان بشكل عام فشلت وتفشل في الرد على الاسئله الوجوديه بشكل شخصي أو بشكل فردي. للأسف الأديان عشان تقدر تقدم رد على أي سؤال وجودي لازم ترد عليه بشكل جمعي وبشكل عام وعشوائي. الدين، أي دين، بيفترض إن السبب الوجودي سبب جمعي. يعني إيه الكلام ده؟ الدين بيطرح السؤال نفسه بشكل جمعي في صيغة لماذا خلق الله الإنسان؟ لأنه بيفترض إن السبب اللي خلى ربنا يخلق أحمد هو السبب اللي علشانه خلق شريف وآدم وسلوى ومروة. لماذا خلق الله الإنسان بقى؟ خلق الإنس كلهم لغرض واحد. الدين، أي دين، مش قادر يشوف فرضية إن السبب اللي عشانه خلق الله أشرف غير السبب اللي علشانه خلق الله سماح غير السبب اللي علشانه خلق زينب، وهكذا.
فبيلخص ويسأل السؤال بشكل جمعي: ما هو خلق الإنس كلهم ليعبدون، أو خلق البشر كلهم عشان يتمتعوا بالوجود؟ الدين اللي بيدي لك الرد ده دين عاجز عن إنه يرد رد فردي، مش قادر يشوف الغرض منك أنت تحديدا أو مني أنا تحديدا. الدين بيتجاهل طفل زي. طيب انا هقف هنا، ان هو هينقل نقلة هنا صغيرة، بس خلينا نلخص هو قال ايه، الحجة بتاعته ايه. هو قال بما ان الكتاب المقدس، وانا هتكلم زي ما قلت بصفة بصفة الكتاب المقدس والمسيحية، وان كان هو بيشير الى الديانات الابراهيمية عامة، وانا قلت اعتراضي على الموضوع ده ليه، لان كل اديان بغض النظر اسمها تحت عنوان إبراهيمية وبتتكلم عن الله، فمفهومها مختلف تماما عن الله، عن العبادة، عن الغرض، كل الكلام دوت. فهو بيقول بما ان الأديان أو الدين المسيحي هو بيقول بما ان الدين المسيحي ما قدمليش غرض فردي مثلا ليه آدم المصري موجود، إذن الدين ده فاشل في الرد على الأسئلة الوجودية. أول حاجة في مشكلة جامدة هنا، وهو إن مفيش أي الاستنتاج مش مبني منطقيا على الفرضية. بمعنى، هل ممكن يكون في للشيء شيء عام، غرض عام، لكن ليه استخدام خاص؟ ممكن. يعني أنا ممكن أقول أنا عندي اللابتوب، أنا اللابتوب ليه استخدامات معينة عامة، يعني مقدرش أستخدم اللابتوب عشان أطبخ عليه. أوكي، عرفت منين الكلام دوت؟ عرفت من طبيعة اللابتوب، يعني الديزاين بتاع اللابتوب بيحكي لي ايه الغرض بتاع اللابتوب. لكن هل ممكن انا كإنسان استخدم اللابتوب بتاعي لأغراض مختلفة عن مثلا استخدام آدم المصري ليه؟ ممكن. إذا وجود هدف عام، أو إن أنا أتكلم عن هدف عام لللابتوب، مش معناها إني ما عنديش إعلان خاص لللابتوب. أوكي، وجود هدف عام بيحمي إني أبتدي أستخدم الشيء لأغراض غير صالحة لي. فإعلان الدين المسيحي مثلا الغرض الإنسان إيه، بيمنع إن أنا أبتدي أبص الإنسان بطريقة غلط. يعني بيقولي ده مش لكده. ده أول شيء، أول فايدة من أنا أدي إعلان عام. أوكي، طيب هل معناه ان مفيش اعلان خاص؟ لا طبعا، او عاجز عن اعطاء اعلان خاص؟ لا طبعا، لان المفهوم المسيحي هو ان في خلال علاقتك الشخصية بالله، الله بيمشي وبيوجه حياتك انك تبتدي تكتشف مع الله غرض وجودك ورسالتك في الحياة ايه. اذا عدم وجود هدف معين، بيقول ادم المصري الله خلقه عشان الغرض الفلاني او للحياة معينة، فهو ده مش معناه ان الله ما يقدرش ده مش معناه، لان ده هو اعلان المسيحية، ان من خلال معرفتك بالله وعلاقتك الشخصية بيه، ان الله بيبتدي يوجه حياتك للغرض اللي انت مصنوع لأجله. فمفيش اي يعني مفيش تنازع هنا، مفيش تنازع من بين وجود منطق عام او غرض عام ووجود غرض خاص. ومش معنى ان انا بحكي عن العام في اعلان عام، لان الكتاب المقدس هو اعلان يعني عام للكل عشان يفيد الكل، ده مختلف عن الاعلان الخاص. اوكي، فخلينا نشوف بقى ايه ازاي هو بيكمل بيبني على الاعتراض بتاعه دوت طبقة تاني. يعني خلاص هو الأرضية بتاعته راحت، الأرضية اللي اللي هو كان ناوي يبني عليها اللي جاي راحت. فأنا ممكن أوقف عند كده أقول كل ما بني على الباطل كأنه باطل، كل ما بني على الاستنتاج الغلط باطل، مش محتاجة أكمل. بس يعني هكمل وهرد برضو، لأني ممكن الرد على اللي هو قاله. جوبا مثلا، جوبا طفل ربنا خلقه في قبيلة أفريقية من آكلي لحوم البشر، ومات وهو دون ال10 سنوات. الطفل ده ربنا خلقه ليه؟ ما ينفعش تقول لي خلق جوبا عشان يعبد ربنا، ما تقوليش خلقنا الإنس ليعبدون. الطفل ده جوبا تحديدا ربنا خلقه ليه؟ وما تدخلنيش في متاهة لا ما هو كل البشر جالهم أنبياء حتى قبائل أفريقيا، لا ما هو ربنا بيحاسب كل واحد حسب حكمته.
ماليش دعوة أنا بالأنبياء اللي جم زمان والحساب اللي في المستقبل، ورد على السؤال: ليه ربنا خلق جوبة تحديدا؟ طفل عاش ومات دون ال10 سنين في قبيلة أفريقية بتاكل لحوم البشر، ما عندهاش أي فكرة عن العبادة أو ربنا أو غيره. ليه ربنا خلق جوبة تحديدا؟ باختصار مفيش رد. دينك يعجز عن الرد عن الحالات الفردية، ومضطر يحط البشر كلهم في سبت واحد عشان يعرف يرد. خلينا نركز بقى في الكلام اللي هو بيقوله كويس ونعرف ايه اللي بيجرى بالظبط. اول حاجه، حد فيكم فكر ليه هو قرر يجيب صوره جوبا مثلا، ما حطش صورته هو؟ يعني لان هو مش فارقه هي صوره مين اللي تتحط، كلنا محتاجين غرض للحياه. لكن هو ليه جاب صوره جوبا تحديدا، وليه حكى لك حكايته تحديدا؟ هو هنا لما بتسمع عن اي يعني حد عايز يحرضك على شيء او يقنعك بفكره، في 3 اساليب. أول أسلوب اللي احنا بنسميه appeal to the intellect، يعني أنا بتكلم بطريقة عقلية ومنطقيا، إذا أنا بتحاور مع عقلك من عقل إلى عقل. أوكي. تاني واحدة appeal to the emotions. appeal to the emotions معناها إن أنا بحاول أحرك مشاعرك عشان لهدف ما. لو أنا مثلا مش قادرة أوصلك لعقلك أو عايزة أوصل لمشاعرك، ممكن ده أقوى مثلا، ممكن ده يحرضك أكتر، أو ممكن ده يخليك تسقط your intellectual guards، يعني تبتدي تفكر بطريقة نقدية أقل عشان أنا أدي نقطتي، بالذات لو أنا عارف إن نقطتي ضعيفة شوية. أما تالت حاجة هي ال appeal to ethos. appeal to ethos إن أنا بحاول ألتمس بحجة أخلاقية. أوكي، دول ال3 أنواع للتحريض في أي نوع من الحوار. حد يقدر يخمن بناء على طريقة عرضه لجوبا، مش مثلا هو ما حطش صورته هو وقال، حد يقدر يقول لي انا ليه هبقى انا مخلوق؟ لو ما قلتليش انا ليه هنا مخلوق انا مش هبقى موجود. ما حدش يقول لي سيرة الاديان ولا مش عارفه ايه المختلفة. ليه هو حط جوبا؟ لان هو هنا بيحاول يتكل يابيل للمشاعر بتاعتك، يحاول يزغزغ مشاعرك، يحرك مشاعرك. لانك انت لما تبص على صورة طفل صغير مات في مجاعة، انت بتبتدي تتفاعل مع الموقف بطريقة أقل عقلانية وتتفاعل معاه بطريقة المشاعر. لكن في الحقيقة السؤال متغيرش، سواء انت عشت 10 سنين، سواء انت عشت 100 سنة، سواء انت عشت 25 سنة، سواء انا عشت 40 سنة، في الآخر كلنا عندنا نفس السؤال وبندور على إجابته. ومش هدور عليه بس وأقول هو مادام الكتاب المقدس ما أعلنليش أنا مخلوقة ليه، معمولة ليه، يبقى إذا الكتاب المقدس فشل. انا زي ما قلت انا بقارن كل وجهات المتقدمة قدامي. ما اقدرش اقول انا هبقى مثلا، هل ممكن ابقى عشان خاطر الكتاب المقدس ما فشل، وهو ممكن يكون الشيء من الانسان بس حقيقي. يعني مثلا ايه هو بيقول لو ما جابليش يبقى ده من الانسان. طب so what؟ انا بدور على الحقيقة، انا مش بدور على المصدر ايه. ما هو ممكن الانسان يقول لي حاجة وتبقى حقيقة. اوكي، فهل انا دلوقتي بدور على ايه؟ هدور ما بين اجابة الالحاد على غرض الحياة، هدور على اجابة مثلا الربوبية او الديزم على الحياة، على غرض الحياة، هدور على الديانات اللي احنا بنقول عليها ابراهيمية على غرض الحياة. هشوف منهم مين يقدر يديني اجابة من المتاح عندي من معلومات. تعامل الله هل في أدلة إن الله بيعرف يتعامل مع الناس حتى اللي ملهمش كتاب مقدس فيه؟ ما هو اتعامل مع إبراهيم إزاي؟ ما كانش فيه لا وحي ولا ديانات أصلا. اتعامل مع آدم إزاي؟ ما كانش فيه لا ولا آدم، ما كانش فيه أنبياء برضه. يعني هل الله يقدر يتوصل للإنسان ويتفاهم معاه ويتواصل معاه ويقول له غرضه ويقود حياته؟ ممكن. بدون أي إعلانات كتابية؟ ممكن. بدون أي ديانات موجودة؟ تصدق ممكن. إذا أنا وصلت لأي نتيجة؟ ولا حاجة. جوبا مليش أي حاجة عن فشل الديانات أو نجاحها. فأنا مش محتاجة قصة جوبا عشان أعرف أنا عشان أجاوب إذا كانت المسيحية نجحت إنها تديني غرض الحياة أو لأ. لكن أبص على الإلحاد، إيه الغرض اللي بيدوني؟ هو literally بيقول جوبا أنت مالكش أي غرض في الحياة، أنت جيت صدفة ومشيت صدفة، أنت كنت تحت القوانين الطبيعية، اتولدت في راندم في بلد حصل مشاكل في الطبيعة، ما كانش فيه زرع، ما كانش فيه مطر، ما كانش فيه مية، مت بسبب مجاعات، هنيئة لك حظك كده، حياتك كده too bad too hard، نعمل لك ايه؟ هو ده الإلحاد، هو ده الإلحاد بدون تجميل.
ما عندوش إجابات أو ما عندوش. فهل فشل الإلحاد معناه إنه غلط؟ بحسب المقياس بتاعه معناه إنه غلط. ليه؟ لأن الإلحاد فشل إنه يجاوب على الأسئلة الوجودية بتاعت ليه جوبا هنا. طب نشوف الربوبية. هل الربوبية تقدر تحكي لي جوبا هنا ليه؟ نو. هل معنى كده ان هي غلط؟ بحسب مقياس ادم المصري هي غلط. ليه؟ لان الربوبيه كل اللي بتدعيه هو ان في خالق، في ديزاينر حط كل بدايه القوانين الطبيعيه زي بري لودد فرونت لود وسابها بعد كده تشتغل. الباقي كله هو ملوش دخل بيه، هو ساب الزمبلك يشتغل. هل ده معناه ان اسمه ايه ده جوبا ليه غرض؟ لا. هل ده معناه مش عارفه ايه ليه غرض؟ لا. هل ده معناه ان ادم المصري ليه غرض؟ لا. ليه؟ لان هو مجرد كان نتيجة لشوية قوانين طبيعية الله الربوبي حطها من الاول بداية الكون، وانتهى الموضوع على كده. توتة توتة خلصت الحدوتة. عاجبك مش عاجبك هو ده. هل ده معنى كده ان الربوبية غلط؟ بحسب مقياس ادم المصري الربوبية غلط. طيب نشوف الديانات. هتكلم زي ما قلت من الاول ان انا هتكلم لما هحكي كلمة ديانات سماوية انا بشير تحديدا الى المسيحية فقط. اوكي. فنشوف المسيحية بتقول ايه. المسيحية بتقول ان زي ما قلت لكم في الاول ان الله ليه غرض عام للخليقة وغرض عام للانسان ولوجود الانسان، لكن ده لا ينفي وجود غرض خاص للحياة البشرية. خلينا نكمل نشوف ايه، وانا هبتدي اعمل شوية هوضح وجهة النظر المسيحية اكتر واكتر مع استكمال اعتراضاتهم. ده لأن الرد رد بشري مش رد إلهي. والقضية دي مش بس في السؤال على ليه ربنا خلق البشر، دي قضية تنطبق على أي حاجة أنت بتزعم أن ربنا خلقها لهدف ما دينك قالك أن هذا هو الهدف الذي من أجله خلقت. يعني لما دينك يقول لك مثلا خلق الله تعالى الحيوانات ليكون فيها منافع للناس، وذلك مثل. طيب هو هيخش شوية على غرض الحيوانات، ومعني برضه بتساءل هو ايه مشكلة غرض الحيوانات بغرض الإنسان؟ هل عدم ان هو الله ما اعلنش بالتفصيل غرض الحيوانات معنى كده ان الله فشل انه يدي غرض يجاوب على اسئله الانسان الوجوديه؟ مفيش اي ثقافه او اي فلسفه علميه بتقول ان اسئله الانسان الوجوديه هو لماذا خلق الله الحيوانات. هما 4 اسئله معروفين مشهورين. هو منين جيت، رايح لفين، اعيش حياتي يعني ايه غرض حياتي، واعيش حياتي ازاي. ما في دول الأسئلة الوجودية بتاعة الإنسان. عمرك شفت حد بتأرق نومه عشان خاطر مش عارف هو غرض الحيوانات ايه؟ أو عنده إحباط وجودي عشان خاطر مش عارف هو غرض الحيوانات ايه؟ يعني الاتنين ملهمش علاقة ببعض. بس قبل ما نخش هنا بس خليني بس أول موضوع ان هو يعني ايه التوقع بتاعه عشان يبقى الدين بالنسبة له مقبول ان هو من الله. هو متوقع ان انا ابقى عندي زي هارد درايف، بحسب كلامه هارد درايف، اعمل سيرش انجن، ادور على جوبا واشوف اطلع من السيرش انجن جوبا غرض حياته ايه. بالنسبه له كده هو يبقى لو الله نزل كتاب سيرش انجن هارد درايف كده، يعني انتوا متخيلين الابسرديتي بتاعت الفكره. انا مستني ان الله ينزل لي بوحي من السماء مثلا هارد درايف بكل اسماء البشر اللي عاشت وماتت واللي هتعيش وهتموت، بان هم غرض حياتهم ايه. وهذا هيكون دليل كافي على اساس ان هو لو لقى هارد درايف مكتوب كده هيصدق فعلا انه من الله. كلام كان منطقي صح؟ يعني في نوع من استخفاف شويه بالعقل المستمع. anyways يعني حتى يعني سيبكوا تفكروا فيها شويه. خلينا بقى هو هينقل دلوقتي على غرض الحيوانات. خلينا نشوف هو هيقول ايه وازاي هو بيربط اساسا غرض الحيوانات بسؤال الاسئله الوجوديه بتاعه الانسان. الغنم والبقر وما فيها من منافع بأكل لحومها والانتفاع بلبنها وأصوافها وجلودها، فهي مسخرة للإنسان ينتفع بها بما أحله الله له. أهو ده اللي انت سمعته ده بالظبط الرد الجمعي الفاشل، لأن دينك هو فعلا رد جمعي ولا يمس بالمسيحيه بشيء. هو اعتبر ان بما ان الاسلام بيقول كده يبقى هو ده جاوب على الاتنين. المسيحية لا بتقول كده. المسيحية بتعلم ان كل شيء الغرض ان احنا نعرف الغرض الشيء نعرفه من نوعه من طبيعته. اوكي.
يعني انا اعرف ايه غرض بذرة التفاحة. غرض بذرة التفاحة جاي من طبيعتها انها تعمل لي شجرة تفاح وتطلع تفاح. يعني الله لما خلق التفاح غرق شجرة تفاح عشان يطلع تفاح. ولما خلق أسود عمل من الأسود ليها طبع خاص عشان تعيش بالطبع الخاص دوت في الحياة اللي هو مديها لها. لما عمل ديناصورات كان ليها طبيعتها، وبطبيعتها هي بحسب طبيعتها عاشت، وده هو غرض حياتها بمعنى أصح. فكرة الغرض الأعمق اللي هو بيتكلم بيها هو بيسقط معنى كلمة غرض الحياة اللي احنا بنستخدمه كبشر على الحيوانات. ليه؟ لأن احنا بدور على الغرض بتاعنا outside، برانا. أنا عايش هنا ليه؟ الحيوانات ما عندهاش السؤال ده. احنا اللي بنسقطه على الحيوانات، هو بطريقة تفاهم بنسقطه على الحيوانات هم عايشين هنا ليه، وكأن في حاجة رهيبة أكتر. لكن ده لا يعني إن الله ما يستخدمش الحيوانات لاستخدامات أخرى في فترات التاريخ المعينة، سواء للأرض، سواء عشان ليه أغراض معينة في طريقة الخليقة بتاعته، أو حتى لاستخدامات معينة أخرى، أو إنه خلق إنسان يقدر يستغل أو يستخدم الحيوانات والطبيعة لأغراض أخرى. بس ده ما كانش، ده مش الغرض مش ده الغرض اللي علشانه اتخلقت. يبقى الإنسان قدر إن هو يستخدم الشيء لأنه عرف طبيعة الشيء وعرف الشيء ده بيعمل إيه. يعني هو ربنا ما خلقش الشجر عشان الإنسان يجي بعد كده ياخد الشجر ويعمل منه ورق، لكن الإنسان فهم طبيعة الشجر وعرف بعد كده إن هو ممكن يستخدم ليه استخدامات معينة ويقدر يستخدمها ليه منافع يقدر يطلعها منه. لكن هل ده الغرض اللي على أساسه إن الله خلق الشجر؟ لا. فخلينا يعني بس نفهم ان الموضوعات اتلعبكت. عشان كده انا قلت من الاول ان مش من الحكمة اني انا عشان انقد ديانات ادخل الديانات مع بعضها. ليه؟ لان المستمع هيفتكر ان الدنيا ملعبكة، يعني ان الاتنين زي بعض. اوكي. دينك ما عندوش القدرة انه يرد على حالات فردية، دينك يعجز عن ده. يعني من عدة أسابيع شفت الصورة دي على صفحة صديقي أرنست ويليام على الفيسبوك، كاتب عليها صورة تسقط كل النظريات اللاهوتية. قول لي بقى حضرتك، لو مسيحي مسلم أي دين، ربنا خلق هذا الكائن الضعيف اللي قدامك في الصورة ده تحديدا ليه؟ هذا الكائن الضعيف المتعلق بأشلاء أمه التي تم نهشها من حيوان آخر مفترس، كائن لم ينعم بالحياة بعد ولن ينعم بيها بعد لحظات، كائن لا حول له ولا قوة في عالم لا يعنيه الصراع من أجل البقاء. بص على الصورة اللي قدامك كويس وقول لي ردك الديني مرة أخرى. يلا اعتقد نفس الفكرة حصلنا هنا. هو ليه جاب الصورة دي بالذات؟ طب ما احنا في حد هنا اول مرة يعرف يجيله خبر ان الحيوانات بتاكل بعضها في الغابة، واني هي اللي احنا بنوصفه بطريقة وحشية؟ يعني محدش فينا كان متوقع ان النمر هيجي ويبنج الام مثلا، او النمر هيجي ويمتنع عن الام عشان الام. هو مش شايف، هو ما عندوش النظرة الأخلاقية للأمور وهو بياكل. هو شايف أكل، زي ما حضرتك بتيجي تاكل فرخة. يعني انت ما بتوعنيش أخلاقيا عشان بتاكل فرخة. طب ما الفرخة دي ممكن يكون ليها كتاكيت. ما بيجيلكش صدمة أخلاقية ووجودية عشان انت أكلت فرخة. إذا أنا بعمل إيه هنا؟ أنا هنا مرة أخرى بأبيل للمشاعر بتاعتك. ليه؟ عشان تتغاضى النظر عن ان الفكرة منطقيا وعقليا ما بتأثرش على ما بتديش مفيش اي قوة للاعتراض بطريقة عقلية ومنطقية. يعني بمعنى اصح، لو انا معرفتش ليه القردة ديت اتخلقت واتعملت بالذات، يعني مش اختها مثلا هي اللي اتاكلت، يبقى انا كده فشلت ان انا اقول ان الديانة دي بتعرف تحكي لي غرض الانسان. مفيش اي علاقة. صح ان مشكلة الألم والشر محتاجة اجابة،
لكن لا يليها منطقيا وعقليا اني لو معرفتش اجابة مشكلة الشر والألم اذا لا وجود للغرض والمعنى، لاني ممكن منطقيا وعقليا يكون للانسان غرض ومعنى حتى لو في ألم في حياته، وحتى لو هو كإنسان معرفش إجابة الألم ده ايه. طب هل ممكن نعرف الحاجات دي؟ أيوة، الكتاب المقدس عبارة عن سلسلة من الحكايات عن ناس مرت بالألم والشر في حياتها، ومش كلهم عرفوا كان ايه الغرض من الألم والشر. زي قصة أيوب. قصة أيوب بتحكي على إن في حد باك جراوند، صراع في العالم الروحي هو مش عارف عنه حاجة. اوكي، ونهاية القصة هو ما يعرفش عنه حاجة، وإن هو اختار طريقة حياة خلته يتفوق على الألم ويعيش بانتجريتي، بنوع من الكمال. اوكي، اللي اللي بالرغم من ان هو ما كان ممكن ينتحر زي ما مراته قال عن الله وموت، يعني يقتل نفسك خلاص مفيش، يعني كل حاجة راحت، عايش ليه؟ لكن لكن هو كان مع الحياة بتاعت أيوب بتورينا إن في أقصى شدة الألم واقعيا نادرا ما بنسمع إن حد فقد كل شيء في لحظة. ممكن طبعا في ناس بتحصل معاهم كوارث كده، لكن اللي عايزة أوصله إن ده اللي هو الحالة الإكستريم، والحاجة اللي الله جاب الحالة الإكستريم وسجلها لنا في كتاب مقدس عشان يقول دي أسوأ حاجة ممكن تتخيلها ممكن تحصل، حصلت للإنسان. فقد كل أولاده، فقد كل أملاكه، فقد صحته، وكان الحاجة الوحيدة اللي كانت فضلته هو إنه يفقد حياته، والحاجة الوحيدة اللي كان عنده لسه كنترول عليها إن هو يقدر يقضي على حياته، لكن ما عملش كده برغم إنه معرفش الألم. إذا معرفش معنى الألم. خلينا خليني أروح هوقف هنا، هعمل ريكاب بسرعة عشان أنا عايزة أوصل لكم الأفكار بتلخيص. أوكي، خلينا نرجع لبداية. فنبسط الموضوع. أول حاجة إن المسيحية مش حق أو مش صحيحة، لأن هي مش قادرة تجاوب على الأسئلة الوجودية زي إيه معنى الإنسان أو إيه غرض من الوجود، وبالتالي ما بني عليه إن هي الديانة المسيحية معمولة من بشر. زي ما قلت لكم إن الموضوع دوت it doesn't، يعني مش مبني، الاستنتاج غير مبني منطقيا على المعطيات، لأن أبسط شيء ممكن تؤمن إن في إله ربوبي وان هو عمل الكون زي الزنبلك وسابه بعد كده، فده مش معناه اني عشان ما عنديش غرض معلن اني الوحي دوت مش من الله، او اني الله، ان الديانات فشلت في تدين معنى. ممكن يكون الله مش عايز يدي معنى. الحاجة التانية، او مش عايز يعلن لك، قصدي عن معنى. الحاجة التانية اني لو الله موجود، لو هو موجود ان هو مفروض عليه ان هو يعلن عن كل حدث، ويعلن الحدث ده حصل ليه عشان الحياة تبقى ليها معنى. برضو دوت مش منطقيا، مش مبني منطقيا. والحاجة التالتة اني لو الله موجود وحتى ان هو اعلن ان انا هفهم كل اعلانات الله، ليه؟ لان طبعا ده مش هيحصل. ليه؟ لاني حتى لو الله موجود والله اعلن عن كل الغرض بتاعه او هو ليه عمل حاجة معينة، انت بتفترض ان انا كل معرفة الله عشان اقدر استوعب كل المعلومات اللي عند الله اللي جت في فكر الله وفي معطيات الله، لان الله كل معرف، وبناء على المعرفة بتاعته بيعمل قرارات معينة. فانا المفروض عندي نفس نوع المعرفة عشان اقدر اوصل لنفس الاستنتاج اللي الله الاستنتاج وصل بيه، ان ده احسن وضع ممكن اعمل فيه، او ده الوضع دوت هو اللي انا هسمح بيه. وطبعا ده شيء مستحيل ان هو يحصل. اذا الفكرة غير منطقيا على مراحل عديدة جدا زي ما قلت لكم. النقط اللي قلتها بالاضافة الى ان هو واقعيا محتاج انه عايز الله ينزل هارد درايف مثلا كله يسيرش عليه. طبعا حتى لو في هارد درايف نزل من السماء ومكتوب عليه غرض آدم مصري، هو هيصدق فيه وهيقول امين، طبعا ده نزل من الله. وان طبعا هو بيتناسى ان كل العقائد مطالبه انها تجاوب على الاسئله الوجوديه ديت. فمش ف فهو بناء على المنطق بتاعه، لو انا ما اعلنتش اعلان
الشيء بتحديد غرضه ايه يبقى هو فاشل، يبقى اذا الالحاد فاشل والربوبية فاشلة وكل الديانات الاخرى فاشلة، لان ولا واحد منهم بيميت الكرايتيريا بتاعت ادم المصري. so it's useless. اوكي. موضوع الحيوانات زي ما قلت لكم، هو هنا بيحاول يقول ان somehow في بطريقة ما في علاقة ما بين ان انا اوري ان الحيوانات غرض، ان انا لازم اوري ايه غرض الخليقة من كل حيوان، مش بس ايه غرض مثلا الشجر، لا، ايه غرض الشجرة الفلانية وايه غرض القرد الفلاني وايه غرض العيلة اللي انا شايفاها قدامي. لازم يبقى احدد كل الغرض، مش بس غرض كل واحد فينا اتخلق، لا، غرض كل حيوان ده، كل نملاية جت على الارض غرضها ايه، والا يبقى كده الدين فاشل. طبعا نفس الاعتراضات اللي فاتت تمشي، لكن طبعا الحيوانات ان هو اصلا مفيش اصلا علاقة. يعني مش معنى اني انا عشان ابقى من السماء لازم كمان اجاوب لك، هو يكفي ان انا اجاوب لك على الاسئله الوجوديه بتاعه الانسان، ولا واحده منها، مفيش ولا فيلسوف قال ان احد الاجوبه الوجوديه بتاعه وجود الانسان اللي بيتعلم عليها وما بيعرفش ينام من غير ما يجاوبها هو لماذا الله خلق القردة I don't know جوليا او ليه الايفولوشن عمل القردة جوليا مش ميجن. مش يعني فاهمين الموضوع، بقى دخلنا في حاجات غريبة خالص يعني. طيب، الحاجة التانية ان الصورة في الحيوانات ملخبطة. يعني هو ركز خالص ان هو جاب لك الصورة بتاعت الام اللي بتاكل سوري الشيتا اللي بتاكل القردة، نفس الشيتا ديت ليها قصة انها مثلا هتاخد اللحمة بتاعت القردة دي وتأكل عيالها برضو. ها، زي ما حضرتك بالظبط هتجيب الفرخة وتأكل عيالك معاك. اوكي. اذا هي المشكلة هو هنا بيأبيل للمشاعر، مش لان احنا شايفين حاجة اخلاقيا بشعة. هو في الحقيقة الموت مش هو المشكلة، لان زي ما احنا قلنا احنا ما عندناش مشكلة ان احنا نذبح او نموت فرخة او حاجة اخلاقيا، ان احنا وناكلها ونأكل عيالنا منها. اذا هو هي مشكلة المعاناة، يعني الألم بتاع الحيوان. هو يبقى هو في الآخر بيوصل بيه ان هو عايز يقول ألم الحيوان، ولازم اعرف ألم الحيوان ده ليه حصل عشان اقول ان الديانة دي من الله او مش بشرية. بس زي ما قلت لك مفيش اي ارتباط ما بين الاتنين دول منطقيا. خلينا نقول ليه مفيش علاقة ما بين واني شايفة ان الموضوع بديهي مش محتاج شرح اكتر، بس للناس اللي هي مش قادرة تشوف الفرق، ان في category error هنا، ان انا اجيب مقارنة ما بين اسئلة الانسان الوجودية وغرض الحيوان في الحياة. خليني اوضح ليه انا بقول كده. اول حاجة لان الحيوانات مش بتعاني وجوديا، ما عندهاش اي نوع من ال existential frustration، ده تعبير علمي، لو معرفتش معنى الحياة بتاعتها. مفيش حيوان بيجيله اكتئاب لان هو مش عارف هو اتخلق هنا ليه او موجود ليه، لو هو مش عايز كلمة خلق. الكواليتي اوف لايف QOL quality of life بتاعت الحيوان مش بتتحسن لو انت قلت له على فكرة انت موجود هنا عشان تبسط حياتي او ليك هدف اعظم انت هتبقى pet therapy، ولا يفرق معاه. هو مش فاهم اصلا. اوكي، ففكرة وجود معنى خارج ان الحيوان بيلاقي معنى خارج وجوده هي فكرة غير صحيحة على الإطلاق وليس لها أي دليل. في المقابل علم النفس بيقول لنا حاجات عن الإنسان مهمة جدا. فيكتور فرانكل هو دكتور سايكولوجيست معروف جدا، هو صاحب فكرة حاجة اسمها لوجو ثيرابي، وهو بنى معلوماته طبعا بناء على ناس كتير هو شافها، لكن هو اختبر برضو وجوده في الكونسنتريشن كامبس، في السجون بتاعة المعسكرات النازية. هو نجا منها، لكن في الحقيقة هو استخدم جزء كبير من خبرته ان هو يدعم فكرة اللوجو ثيرابي اللي هو بناها. بس هو بيقول ايه من ضمن محاضرة من محاضراته اللي اتسجلت في كتاب اترجم للإنجليزي، هو بيقول اني لقى ان ال existential questions الأسئلة الوجودية بتلعب دور رهيب في حياة الإنسان، واني لو عدم وجود معنى، يعني لما يعملوا أبحاث ويشوفوا الناس اللي بتسكور اني ما عندهاش معنى في الحياة،
أعلى، مرتبط بيقدر يبريدكت بعض behaviors، بعض الاختيارات في حياة الإنسان، زي اللي هو يبقى يعمل حاجة ليها علاقة بالإجرام، زي السويسايد، إن هو ينتحر ياخد حياته أو يحاول، يعني بيبقى محاولات انتحار، أو إن هو يدمن. لكن لقوا ان فيها علاقة جامدة مرتبطة بنجاح العلاج، يعني ممكن اعمل cognitive behavior therapy، لكن ال cognitive behavior therapy التأثير بتاعها يبقى افضل بكتير لما الشخص يبقى عنده سكور اعلى ان هو عنده معنى للحياة، عن شخص اخر مش لاقي معنى للحياة. ومش بس كده، لكن هو يمنع الريلابس معناها ان مثلا let's say شخص قعد مثلا 6 شهور من غير ما يرجع للكحول تاني. لقوا مثلا ان الناس اللي بتبقى ليها سكور اعلى ان هي عندها معنى للحياة بتاعتها، عندها ريلابس ريت اقل من الناس اللي عندهاش معنى للحياة. فهو لقى ايه كلمة، لقى لما بيتكلم عن المعنى، المعنى يعني ايه معنى الحياة، لقى ان في نوع من المعنى بيبقى حاجة لقاها خارج الناس، لما بتوصف حاجة خارج وجودها هي، وسمى الظاهرة ديت اللي هي meaning making أو seeking، إن هو يدور على المعنى خارج وجوده، يعني مش هبص لقلبي ونفسي وأحلامي وأفكاري عشان أعرف معنى حياتي، لا 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 لا، ده لقى العكس، إن الناس بتدور على حاجة براها، قضية براها. وعلى فكرة ده أعتقد له جزء كبير بالدمار النفسي اللي حصلان اليومين دول. كل الناس دلوقتي بتقال لها بص على أحلامك وحاول تحقق نفسك وذاتك وشوف قلبك بيقولك إيه، ومع ذلك نسبة الأمراض النفسية عالية زي الابيديميكس. anyways، بس دي نقطة جانبية. بس هو سمى الظاهرة ديت اللي هي الناس اللي بتحاول تلاقي معنى self transcendent. اوكي، اقف عند النقطة دي، حطوا عندها باز، لأن النقطة دي هبني عليها. لكن خلينا نرجع للحيوانات قبل ما اتحرك لطبيعة الانسان. بس النقطة اللي انا عايزة اوصلها من السلايد ديت هو ان وجوديا الانسان، وعشان اتكلم ايه غرض الحيوان وايه غرض الانسان، الاتنين two separate topics ملهمش علاقة ببعض. يعني عشان اقول عشان اقيس هل الدين نجح او فشل في غرض ان هو يكشف لي عن غرض الانسان في الحياة، ملوش اي ارتباط منطقي او عقلي بالحيوان، لان الحيوان اساسا كاتيجوري مختلفة خالص. اوكي، ايه بقى اللي كنت عايزة اوصله لكم، ان هي الصورة هنا مختلف، ان الصورة بتاعت الحيوانات يعني ميكست. الحيوانات بتتصرف بحسب طبيعتها، مش ما عندهاش فهم ان دوت بيسبب ألم، فانا ما ينفعش اصطاد مثلا الام فادور لي على واحد عيان او هيموت واخليه يطلع من الميزري بتاعت حياته مثلا، لا. بس هما لقوا برضو ان في ظاهرة تاني من الحيوانات، وهي ظاهرة الادوبشن او التبني للحيوانات مش من نفس السبيسيز. يعني مش اني مش مثلا ايه، رحت جبت فرخة ففرخة ماتت فالفرخة اخدت عيال الفرخة التانية عشان خاطر الام ماتت. لا، هم لقوا ان حتى دي ممكن تحصل من species ملهمش علاقة ببعض قوي يعني. فخلينا نشوف. اوكي، انا بس بحاول ان انا اجيبها على اونلاين هنا عشان تبقوا شايفين. طيب، هي دي المقالة الأصلية. المقالة ديت هتلاقوا فيها لو نزلتوا تحت قصة رقم 13 بتحكي عن أسدة كانت عايشة في محمية طبيعية اسمها، ممكن تدوروا عليها، أنا حطيت المقالة لكن لسبب ما مش قادرة قوي إن أنا أجريها لتحت عشان تشوفوا ايه كل يعني تشوفوا المقالة لحد الحتة اللي هي من تحت. لكن هي ببساطة شديدة بتحكي عن قصة كذا حيوان من سبيسيز مختلفة اتبنى حيوانات تاني التي لسبب ما
الحيوانات ديت فقدت أمها. لكن القصة بتاعت الأسد دي هي أكتر قصة شدتلي، إن هي مشابهة خالص للصورة اللي هو حطها. في القصة اللي هي بتاعت عشان منطقش اسمها غلط، اسمها 13 كامونياك. ودي أسدة، والأسدة دي كانت زي ما قلت لكم عايشة في محمية طبيعية، وهجمت وهي بتجيب أكلها عادي. اصطادت اللي كانت عندها زي 6 أطفال، مش يعني 6 أطفال كابس، زي غزلان صغيرة من الأوركس. واللي حصل ان هي حاولت تنقذ حاولت تنقذ الكابز. لان هي في محمية طبيعية، فهم كاتبين ان هي حاولت انها تلجأ للبشر، ان هي تجيب البشر للحيوانات الصغيرة اللي هي ما قدرتش ترضعهم، لان هم كانوا اضعف من ان هم ترضعهم. وحاولت ان هي اتبنتهم على انهم اولادها. لو حاولت ان هي تحميهم من الاسود اللي حواليها في نفس الجروب اللي هو البرايد، لكن ما كانش قادرة تحميهم كلهم يعني. بس التصرف اللي انا عايزه اوصله، ان التصرف بتاعها هو ان هي هجمت اكلت شافت ان عندها اطفال صغيرين، حاولت يعني كلها حاجات احنا مش ممكن نتخيلها في الحاجات كسيناريو طبيعي يعني انا ما بستغربش لما بشوف الصورة اللي هو حطها، انا بستغرب لما بسمع الحكاية اللي زي الحكايات ديت، لو هي فعلا حكاية حقيقية وصح. ده اللي انا بستغرب له. ليه؟ لان طبيعة الحيوان ان هي تاكل، ان هي بتدور على اكل، هي ما عندهاش الفكرة الاخلاقية اللي اللي احنا بنبص عليه عشانها على صورة زي كده ونتألم. الحيوانات ما عندهاش كده. صراحة مشكلة الألم دي هو عندنا احنا، لأن احنا اللي شايفين الصورة فاهمين معنى أكبر بكتير للصورة ديت عن أي حد تاني. بس ده اللي كنت عايزة أوصله، هي نقطة برضو جانبية، إني في الآخر كل دوت هو appeal to the feelings بتاعتي، لكن ملوش أي علاقة هل فشلت. مش مقياس حقيقي إذا كانت الأديان فشلت إن هي تجاوب على الأسئلة الوجودية. من الناحية التانية، هل الإلحاد جاوب؟ يعني هل الإلحاد اداني إجابة أفضل؟ ما ادانيش إجابة. هل الإلحاد فشل؟ بحسب مقياس آدم المصري الإلحاد فشل. نشوف الربوبية، نفس الإجابة، ربوبية الله خلق وساب. هل اداني إجابة؟ ما ادانيش إجابة. فشل بحسب آدم المصري فشل. إذا حتى لو عايز أدي score 0 to all of them لكل الديانات، إذا الكل تساوي، هختار على أي أساس؟ هبتدي أدور على أجوبة تانية أو طرق تانية. كل حاجة حاولت تجاوب، على الأقل الديانة المسيحية بتحاول تدي معنى للألم. لكن لو بصيت على الربوبية أو بصيت على الإلحاد it stops right there. You cannot go any further. ليه؟ لأن هو مفيش معنى. ده أول شيء. ثانيا، كل اللي انت شايفه هو ما هو إلا تصرف الطبيعة بدون، ليس له غرض، ليس له معنى. هو كده عشان هو ده اللي حصل، صدفة بحتة. هي ما بتميز، أكلت أي حاجة لقيتها قدامها. طيب نكمل. لماذا خلق الله هذا الكائن الضعيف اللي انت شايفه تحديدا في الصورة ده؟ ايه النظرية الدينية ولا اللاهوتية ولا الحكمة الإلهية المزعومة اللي انت بتدعيها في دينك لما يرد على الأسئلة الوجودية بشكل جمعي؟ ما هو دينك أو عقيدتك مش هتقدر ترد على صورة فردية زي دي. لما واحد مسلم سأل على موقع إسلام ويب عن الحكمة من خلق الله لحيوانات لا نأكلها أو ننتفع بها، كان الرد أو الفتوى إن المسلم يؤمن بأن الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا، وكل أفعاله صادرة عن حكمة. فإذا خفيت الحكمة من فعل من أفعاله تعالى على المؤمن، فإنه يلوذ بهذا الأصل ولا يسيء الظن بربه. هو في الحقيقة حضرتك محتاج تتفهم إن التساؤلات اللي بتطرح في الحلقة دي كلها مش مساءلة لله أو للخالق نهائيا. إساءة الظن هنا مش بالرب، المساءلة هنا تجاه عقيدتك انت اللي انت بتقول انها ربانية. المساءلة لعقيدتك ولدينك، عسى انك تقدر تشوف ان عقيدتك قاصرة
لا يمكن أن تكون من إله خالق عظيم. عقيدة ما عندهاش القدرة إنها ترد على المعضلات الفردية، فبتحط لك السؤال في شكل جمعي عشان تكروتك وترد عليه رد بشري ساذج. ربنا خلق البشر كلهم عشان الغرض ده، أو خلق جنس كامل من الحيوانات عشان حضرتك كإنسان تنتفع منها. مش انت بتقول أن الله لا يخلق شيئا عبثا؟ يبقى ما نعممش السؤال. يعني ما تقوليش لماذا خلق الله الجدي والأنعام ذات القرون، وقول لي ربنا خلق هذا الجدي تحديدا اللي في الصورة ليه؟ ليه خلق هذا الجدي تحديدا عشان يتعذب لسنوات لحد ما قرونه تخترق رأسه وتقتله؟ قول لي بقى خلق الجدي ده تحديدا عشان ننتفع بألبانه وأظلافه وكل الهبل ده. دينك مضطر يعمم الأسئلة الوجودية لأنه يعجز أمام السؤال الفردي. طب انت ايه رأي حضرتك ان 90% من كل أجناس الحيوانات والكائنات الحية طيب انا مش هزود، هو نفس المنطلق الاعتراض اللي احنا، نفس طريقة الرد اللي ردنا بيها ساعة فكرة الأسدة اللي أكلت الأم بتاعة القرد مع الجدي، هو نفس الاعتراض. أول حاجة هو appeal to the feelings. ايه علاقة؟ ما هو الجدي ده نفس، ما عندوش، مفيش أي حاجة سبيشال عنه عن أي جدي آخر. الموتة دي ملهاش أي حاجة سبيشال عن أي موتة تانية. سواء الجدي مات بمرض، مات بعجز، وقع من الجبل، مات مقتول من حاجة افترسته، في الآخر خالص كل ده ملوش أي علاقة بإجابة سؤال ايه غرض الإنسان. يبقى إذن الأسئلة الوجودية لازم أعرفها في الأول عشان أقول فشل أو نجح. بحسب كل المدارس الفلسفية اللي أنا قريتها، معرفش هل هو قرا مثلا في مدرسة تانية إني لازم أجاوب على سؤال غرض الجدي إيه عشان أبقى عارف غرض حياتي إيه. احتمال، أنا معرفش كل شيء، لكن هو عشان يقول إن فشل الأديان إنها تدي أي غرض ومعنى لحياة الإنسان هو مرتبط بإني أنا معرفتش الجدي ده اللي في الصورة غرض حياته إيه، صعب التصديق يعني صعب ان انا اقف افكر اساسا. يعني كنت اتمنى يكون في نوع من المادة العقلية اكتر من كده يعني. اذا هو بيابيل للفيلينجز، بيابيل للايموشنز بتاعت المستمع عشان خاطر يوقف تفكيرك، مع كل احترامي للجدي والألم بتاعه. فكل الاعتراضات اللي اتكلمنا عليها او الردود اللي اتكلمنا عليها على الأسد، سوري، النمر اللي أكلت الأم بتاعة القرد، أو الجد اللي مات بمرض ما، بتنطبق على هذا المثل. هو بيحكي عن العبثية في الخلق. العبثية في الخلق إن هو بالنسبة له مادام الله مفيش حاجة ليها استخدام للإنسان، يعني لو الدبانة ملهاش استخدام للإنسان يبقى، لو الغزالة ما اكلتش لحمها، يعني لو انا عايش في حتة مثلا ما كنتش باكل لحم الغزالة، يبقى هو ده كده عبث، لازم يكون ليها استخدام بشري عشان تبقى. وانا حكيت ان الموضوع ده في المسيحية غير موجود، لان الله ممكن يخلق الشيء ملهاش علاقة الله عايز يخلق شجر بغض النظر الشجر دوت هو هيستخدمه الانسان او لا. غرض الشجر معروف من طبيعته، غرض الجدي معروف من طبيعته. انا بعمل جدي ليه؟ عشان يعمل جدي، عشان يعيش كجدي. بعمل وردة ليه؟ عشان تعيش كوردة. جه بعد كده كائن آخر اسمه الإنسان قدر يشوف في الوردة جمال ويستخدمها استخدامات مثلا طبية، أو يستخدمها استخدام جمالي، أو استخدمها إنه يلقح، يجيب تلقيح مثلا للنحل. دي كلها أغراض يعني جت سنوية أو براجماتية بناها الإنسان بناء على معرفته لطبيعة الشيء وغرضها، مش العكس. مش الإنسان اللي اداها غرض، هي الغرض منه فيها، والإنسان استخدم الغرض بتاعها عشان يوسع استخداماتها. نفس الشيء الله خلق الكائن ليكون زي ما هو عليه كطبيعته كجنسه. بصراحة مجد الله إن الشيء يشتغل بحسب ما هو designed it to be. هو ده مجد الله. فخر الله هو ان الشيء يشتغل، زي ما فخر صانع الكمبيوتر ان الكمبيوتر يشتغل.
انت جيت بعد كده استخدمته استخدامات اخرى زيادة، ده شيء رائع، لكن ليه غرض عام، وهو ده اللي هو بيحكي على اساسه يقول الديانات فشلت. anyways، مش عايزة أدوال، مش عايزة أعيش على النقطة ديت كتير، لكن لا، مفيش عبثية. هيتكلم بعد كده عن 90% من هي الحيوانات. اللي على مدار تاريخ الكون 90% منها انقرض قبل ظهور الإنسان على الأرض أصلا، قبل ما ربنا يخلق آدم وحواء. لو ده تصورك يعني عن خلقة الله للإنسان وخلق لهم الحيوانات عشان ينتفعوا منها أو عشان يعاقبهم بيها أو عشان يظهر روعة خلقه للإنسان، ايا كان السبب الاخرق اللي عقيدتك بتقوله لك في ان ليه ربنا خلق الحيوانات، اهو 90% منها اصلا وجد وانقرض قبل خلقة او ظهور الانسان على الارض. عشان موقع اسلام ويب يقول لك ان الله حكيم عليم لا يخلق شيئا عبثا. يبقى حضرتك الاديان ما عندهاش اي فكرة عن معضلة الاسئلة الوجودية. ما هو هنا لما انا الخبط الحابل بالنابل، ما انا لخبط الاديان بالاسلام، يعني بدل ما الاسلام فشل ان هو يجاوب الاجابه اللي هو عايزها، اذا كل الاديان فشلت. بس هو اساسا مقياس الاجابه عنده مستحيل، ما فيش اي عقيده او اي فكره او اي فلسفه بيجاوب السؤال دوت. هل كلهم غلط؟ طب هو عايش على اي اساس؟ عايش باي فكره؟ اذا فكرة زي ما قلت لكم ان الله عبس عشان 90% من الحيوانات ماتت قبل وجود الانسان، اذا الله مش عارف هو بيعمل ايه، غلط. ليه؟ لان بحسب المسيحية الله ما خلقش حيوانات عشان انسان. مجد الله ان الشيء يحقق غرضه اللي في ذاته وفي طبيعته. عشان كده مجد الله ان الانسان يعيش كانسان مش كحيوان مثلا، لان الانسان ساعات بيعيش كحيوان. فهو لما يقول غرض عام وغرض خاص، ده حتى الإنسان فشل إنه يحقق الغرض العام بتاع حياته، وهو إنه يعيش كإنسان. فما يستقلش إن الله إدى غرض عام، لأن حتى زي ما قلت لكم الغرض العام الإنسان فشل إن هو يعيشه. خليني أروح للباوربوينت تاني. لحظة قبل ما هو ينقل على، وأرجع لموضوع غرض الإنسان. لو فاكرين وقفنا عند حتة ازاي ان علم النفس بيقول الانسان بيدور على غرض براه، بعكس الحيوانات ان الغرض فيها وفي طبيعتها. وده الاعلان اللي هو بيسميه الاعلان العام، ان طبيعة الشيء بتقول غرض الشيء. اوكي. اما الانسان فعنده قصة مختلفة. احد الحاجات اللي هو بتطلبها ان هو عايز يقول لنا ليه في انواع من الشر والالم اللي ملهاش اجابة، ومادام ملهاش اجابة اذا لا حياة ولا معنى للحياة. بس في الحقيقة في ناس كتير معترضة على طريقة تفكيره، حتى الملحد منهم. نيتشه ملحد ولا يؤمن بوجود هدف وغرض الحياة نتيجة الإلحاد اللي هو كان مؤمن بيه. بس هو لاحظ حاجة عن الإنسان. هو قال إن he who has a why to live for can bear almost anyhow. يعني الشخص اللي عنده سبب اللي يعيش لأجله يقدر يتغاضى عن الكيفية بتاعة الحياة. ده نيتشه. تعال نشوف فرانكل قال ايه. فرانكل قال حاجة غريبة جدا. قال human beings، الإنسان هو مش قادر يلاحظ قد ايه ان الإعلان العام عن غرض الإنسان ده هو قضية الإنسان أصلا، مش اني عايز حد يديني إعلان من السماء عشان هصدقه ليه أصلا. بس ماشي. هو بيقول human beings become generally human، يعني الإنسان بيحقق نفسه كإنسان وهو بيصير ذاته كاملة، بس لما في شوية أخطاء إملائية أعتذر عنهم.
rising in devotion to a task in service to a cause، لما يلاقي غرض في نتيجة تكريس نفسه لقضية، or out of a love for another person، أو نتيجة لمحبته لشخص ما. يعني الإنسان بيجد نفسه برا نفسه، يا إما في قضية ما، يا إما في محبته لشخص ما، وجود حياته لمحبته لشخص ما. لازم يجو beyond، بيتخطى نفسه، مش بس يتخطى نفسه، وبينسى نفسه. اوكي، الكلام ده شبه كلام قاله المسيح، هنعديه دلوقتي عشان نشوف ازاي الديانات فشلت، مع ان الديانات قالت حاجة، او المسيحية قالت حاجة، علم النفس قالها في القرن العشرين. اوكي، فهو بيقول ده شبه فكرة العين. العين غرضها انها تبص على العالم اللي بره، بس وانس ان العين بدأت تبص على ذاتها فقدت غرضها. تعال نشوف المسيح قال ايه كده شبه الكلام ده. المسيح من 1000 السنين، 2000 سنة أو أكتر. ثم قال يسوع لتلاميذه: إذا أراد أحد أن يأتي معي فلا بد أن ينكر نفسه. إيه ده مش ده شبه نفس الكلام اللي فرانكل قاله عن إزاي الإنسان almost لازم ينسى نفسه في القضية وفي حبه للشيء الآخر اللي هو بره نفسه، وأن يرفع الصليب المعطى له ويتبعني. الحمل بتاعه، المسؤولية بتاعته، الألم بتاعه. He who has the a why to live، ده كلام نيتشه. for can handle أي how، كان يقدر يمانج أي كيفية حياة، حتى لو كان صليب لازم يشيله. أوكي، ويتبعني. فمن يريد أن يخلص نفسه أو يخلص حياته سيخسرها. اللي يبص على نفسه زي مثل العين اللي بص على نفسها فقدت غرضها من الوجود، لأن هي بصت على نفسها. فمن يريد أن يخلص حياته سيخسرها، أما من يخسر حياته، اللي بيسيب نفسه من أجل محبة شخص آخر. ده كلام اللي قاله فرانكل. شخص لا يموت. أي حد أنت ممكن تحبه ممكن تاني يوم يموت، هتعيش لإيه؟ من أجلي فسيجدها. فماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ أو ماذا يستطيع الإنسان أن يدفع ليسترد حياته؟ وانس إن الحياة ضاعت بتاعت الإنسان، انتهى الموضوع، مفيش فرصة تاني إنه يسترد حياته. إذا الكلام اللي قاله، الملاحظات بتاعت فيكتور فرانكل عن معنى الحياة وإن الإنسان يلاقي معنى في الحياة، مطابق لكلام المسيح عن معنى الحياة ومين الإنسان اللي بيجد حياة. متجيش تقولي بعد كده الديانات فشلت أو المسيحية فشلت إنها تدي. المسيحية اديتك الوصفة اللي فرانكل بعدها ب2000 سنة جه وقال أنا لاحظت إن ده الإنسان بيعيش بالطريقة دي. لكن هنا الله اداك الهدف اللي عشانه تعيش، والهدف دوت قضية خارجك، وهي ملكوت الله. ازاي انت بتلعب دورك في ملكوت الله، وهتكلم في الموضوع دوت. وفي نفس الوقت الشخص اللي لأجله تحب، لأن أي شخص تاني انت هتحبه ممكن في أي يوم يتاخد منك. أما من الناحية التانية الإلحاد بيقولك انت تعيش لأجل نفسك، بالظبط العكس، وعكس اللي العلم النفس بيقوله، اللي هو سبب ان الانسان يلاقي معنى. نلخص اني حتى لو انا ما جبتش اجابة سؤال الشر والألم واللي هو ملخبطه بسؤال المعنى، ده مش معناه اني انا ما اقدرش الاقي معنى في الحياة. نيتشه كان عارف الموضوع ده كويس خالص، وحتى فرانكل شاف نفس الحكاية. اوكي، وبالتالي يتبع عليه ان الله في المسيحية ممكن يدينا معنى وغرض حتى لو في شر وألم غير مفهوم، وان الكتاب المقدس مليان بحالات، وانا اتكلمت عن ايوب بحالات كتير، بس ايوب واحدة منها مش كلها. لكن في كل حياة من حياة الناس اللي ذكرت في الكتاب المقدس، انبياء او غير انبياء، هو عبارة عن اختيارات للناس عاشتها
هل اختارت انها تثق ان الله ممكن يديها معنى حتى في وسط ألم غير مفهوم؟ وعلى هذا الأساس الناس اختارت إذا كانت تصدق في وعود الله زي ما احنا بنقول، أو تبتدي تفكر بطريقة تعمل self preservation في وسط الألم. أم، الإيفل الشر والألم هو تحدي لكل أنواع العقائد، مش بس العقائد الدينية، لأن زي ما قلت الإلحاد لازم يجاوب، الربوبية لازم تجاوب، الهندوسية لازم تجاوب، البوذية لازم تجاوب، الإسلام لازم يجاوب، المسيحية لازم تجاوب، اليهودية لازم تجاوب. فالمهم هنا مش المهم هنا ان هو بس ان انا اشوف المسيحية فشلت او لأ، لكن اجابة المسيحية بالنسبة للاجابات التانية الاخرى تمثل ايه. وهو ده الحاجة اللي هو برضو بيفشل فيها، ان هو يبين قد ايه ان الموضوع ايه ده فشل فشل فشل، بس بنفس المقياس كله فشل. لو خدت نفس الكرايتيريون كل العقائد التانية تفشل. الاعتراض اللي هو ماشي وبيعيد فيه بطرق وأساليب مختلفة وباستخدام الصور عشان خاطر يهيج المشاعر وكل الكلام دوت، هو إن بما إن المسيحية بتدي هدف عام لكل الناس، إذا المسيحية هو من مصانع البشر. زي ما اتفقنا إن دي رجل قش. المسيحية ما بتقول ما بت... ما مش دي الارجيومنت بتاعت المسيحية. المسيحية ما بتدعيش اني عشان تعرف اذا كنت انا من الله ولا لا، انا هدي اجابة لكل شخص منكم وكل ألم منكم بيحصل لكم ليه. المسيحية ما عملتش الكليم ده على نفسها، هو اللي حط الافتراض ده على المسيحية. وده مش دليل على صحة شيء. زي ما قلت، لو انا استخدمت الاعتراض دوت على كله هيطلع غلط. اوكي. لكن المسيحية بتقدم حاجة الإلحاد والربوبية بتفشل فيها، اللي هو الفاونديشن اللي على أساسه ممكن يكون فيه معنى وهدف. ليه؟ لأن لو مفيش الله مفيش معنى ومفيش هدف. أي معنى ممكن أعمله ممكن أي حاجة تاني تهده، وبعد ما أحققه هدور على المعنى اللي وراه، بعد ما أحققه هدور على المعنى اللي وراه. لكن قيمته الموضوعية لا شيء. القيمة هو حسب نظرتك انت للموضوع، اذا كنت انت تقيمه على انه غرض او هدف تعيش لاجله او لا. لكن في حد ذاته هو ملوش اي قيمة. ده الالحاد. وفي الحقيقة ده مش رأيي الشخصي في الالحاد، ده رأي الملحدين في الالحاد. يعني كامو سارتر ونيتشه كلهم قالوا نفس الكلام. فرانز كافكا painter قال في عيد ميلاده 80 the meaning of life is that it stops. هو ده هدف حياتك يا آدم المصري. أو في زي برنارد راسل بيقولوا إن الأسئلة اللي لا يمكن إجابتها بطريقة علمية، هو بيحكي بطريقة علمية بيعني بيها إن أنا بستخدم حواسي ال5 عشان أجاوب السؤال دوت، هي أسئلة لا يمكن معرفتها. يعني في أي مدرسة من المدارس الإلحادية أنت ما عندكش إجابة. في إجابة بتقولك أصلا مفيش هدف ومعنى، وفي إجابة بتقولك لا يمكن أن تعرفها زي برنارد راسل، إن هي مش حاجة تقدر تكتشفها بحواسك. السؤال أصلا سؤال غير مادي. لكن المسيحية بتقول لا، هو كل واحد ليه هدف وليه دور عام، والدور العام دوت بيشيل أغراض تانية ممكن الإنسان، لأن الإنسان ممكن يختار حاجات كتير. الإنسان ممكن يختار إنه يعيش زي القطة، وأنا هنا مش بهزر، لأن ده اللي بيحصل هنا عندنا في الغرب. ليه؟ لأنه يقدر يعمل عمليات جراحية تخليه شبه القطة أكتر، يقدر، وفي ناس بتحاول تعمل كده فيه. فما تستقلش ان في هدف عام وهو بيقولك لا انت مش قطة، انت بتعيش انسان كغرض الانسان. ايه غرض الانسان؟ بحسب المسيحية انت مخلوق عشان تكون شريك مع الله في عمله على الارض هنا. الشراكة دي بتحصل ازاي؟ انت مجند زي الجندي، دي التشبيهات او الادوار اللي الله بيديها لك. طب ازاي اعيش كجندي في حياتي؟ ده سؤال انت بتعيشه في علاقتك مع الله. ايه الحروب اللي لازم تحاربها في حياتك الشخصية وتكسبها؟ زي رانر، سباق او اللي هو بيجري في سبق. التدريبات اللي لازم تمشي فيها في حياتك عشان تكسب سبق حياتك. زي كاهن، زي ملك. على حسب المسيحية انت عايش حياتك هنا عشان تملك نفسك في الاول.
لان غير كده انت بتقع تحت فريسة شهواتك ورغباتك. اوعى تفتكر ان انت هتبقى مالك حياتك. وده المسيحية بتحاول تقوله. لكن ازاي في حالتك الشخصية انت تتطبق؟ ده سؤال مبني على علاقتك الشخصية بالله. عشان كده المسيحية مش بتقول امشي ورا لستة قوانين. عشان كده ما بتلاقيش حد من المسيحيين بيمشي بجلابية وبيطلع يصطاد سمك او يشتغل نجار. المسيحيين اذكى من كده وفاهمين كويس خالص ان ده مش معنى الغرض. مش انك انت تعيش تطبق شوية حاجات عشان المسيح من 2000 سنة. لكن المسيحية بالعكس بتسأل لو المسيح كان في حياتي، لو هو اللي كان انا، كان هيعيش حياتي ازاي؟ لو المسيح كان آدم المصري، كان هيعيش حياة آدم المصري ازاي؟ وده اللي انت بتحاول تستكشفه. ما يقدرش يعلنوا عنك غير شخص حي زي المسيح. حاجة الأخيرة ان المسيحية ما بتعلنش ان فيها ان انت جاي هنا عشان تتمتع بالوجود او حتى بالبركات. هو في بركات، في بركات روحية، لكن ده مش وعد المسيحية. هو الكتاب قايل ان في العالم سيكون لكم ضيق. الكتاب بيتكلم ان احنا في حرب روحية، وان ان العدو بتاعنا زي الاسد اللي بيلف حوالينا مستني لحظة يصطاد. اذا فكرة ان احنا مستنيين عشان نتمتع بوجود حاجة بالوجود، او ان الحياة هتبقى معناها سهلة وبسيطة، ده فكرة مش موجودة في المسيحية. أم... خلينا نشوف هو هيكمل يقول ايه تاني. بغض النظر حضرتك مسيحي ولا مسلم أو غيره، الخدعة هي إن الأديان بشكل عام بتحاول تقدم لك نفسها على إنها من الله الخالق نفسه، وإنها الفلسفة المتكاملة أو العقيدة المتكاملة اللي بعتها خالق الكون عشان ترد على تساؤلات البشر، غاية وجودهم وعلاقتهم مع بعض ومع الإله الخالق، أو ما يعرف بالأسئلة الوجودية. إحنا ليه موجودين؟ ومش غريب أبدا في هذا السياق إن السؤال الوجودي الأكثر تساؤلا منذ القدم هو ليه ربنا خلقنا؟ لماذا خلق الله الإنسان؟ الإسلام طبعا إجابته واضحة ومحددة وما فيهاش لف ودوران: وما خلقنا الإنس والجن إلا ليعبدون. شكرا على كده. أما المسيحية واليهودية بتقف على النقيض من الرد الإسلامي دوت. فطبقا للعقيدة المسيحية مثلا، لو فتحت موقع تكلا هيمانوت، موقع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، هتلاقيه بيشرح الآتي: إن الله لم يخلق الإنسان لكي يعبده ويمجده، فليس الله محتاجا لتمجيد من الإنسان وعبادة. إذا لماذا خلق الله الإنسان؟ قال لك بسبب جود الله وكرمه. خلق الإنسان ليجعله يتمتع بالوجود. قبل الخليقة كان الله وحده، كان الله منذ الأزل وهو الكائن الوحيد الموجود، وكان مكتفيا بذاته، وكان ممكنا أن لا يوجد الإنسان ولا مخلوق آخر. ولكن الله من كرمه وصلاحه أنعم بنعمة الوجود على هذا العدم الذي أسماه إنسانا، خلقه لكي يتمتع بالوجود. ده على أساس أن الوجود ممتع وما فيهوش معاناة وألم. بيكمل الموقع المسيحي ويقول: من أجل الإنسان تم هذا الخلق وليس لأجل الله، خلقه لكي ينعم بالحياة، وإن أحسن السلوك فيها ينعم بالأبدية. وعلى هذا الرد جميع المذاهب المسيحية المختلفة. الإسلام بيقولك إن ربنا خلق الإنسان عشان يعبده ويتعبد ليه. جميع المذاهب المسيحية. طب أنا بقولك إن المسيح نفسه قال في العالم سيكون لكم ضيق. هو ده التمتع بالوجود. التمتع بالوجود غير مرتبط بالظروف، وهو دي مشكلته. هو شايف التمتع هنا هو الظرف، ان ظروف حياتي ماشية كويس. لكن المسيحية بتحكي عن فرح فوق الظروف، فرح مرتبط بحقائق روحية الظروف ما بتقدرش تسلبها مني، وهي اللي بتولد مشاعر الفرح. وحتى لو تعبان، لأن حتى الرسول بولس اختبر الألم، لكن مع الألم كان عايش في أمل. فما تحاولش تقتصر المسيحية في باراجراف انت قريته من موقع مسيحي.
أما أنا أقول لك كل قصة من قصص الكتاب المقدس لا تخلو من الألم، ومش أي ألم. داود كملك اختبر الألم كتير، اقرا حياته. إبراهيم اختبر الألم، اختبر الحرمان من الولد، مشاعر الحرمان من الولد في وقت طويل. قتل آدم وحواء، اختبروا ازاي ان أخ قتل أخوه. آه، المسيح اختبر الألم، خالق الكون اختبر الألم. ما تستقلش بالفكرة دي. إذا فكرة إن الله خلقك عشان انت تعيش مبسوط بمعنى لا تختبر ألم فكرة مغلوطة عن المسيحية. لكن الله بيقول ازاي انت تتمتع بوجودك بانك انت هتحقق انسانيتك بالرغم من الألم. كمل. والمسيحية بتقول لك ان ربنا خلق الانسان عشان يتمتع بنعمة الوجود. الحجة الاولى اللي بتكلم فيها من اول الحلقة هي ان الاجابة دي اجابة قاصرة، لان هناك الالاف والالاف من هي فعلا إجابة قصيرة، بس هي مش إجابة المسيحية أصلا. مع احترامي للويب سايت اللي هو جابه، هو جاب حتة أنا معرفش هو في تكملة تاني، أنا ما بصيتش على التكملة إذا كانت الإجابة بتتوسع، لكن هو على الأقل الحتة اللي اقتطفها لا تمثل الرأي المسيحية كاملة. من الحالات البشرية التي لا ينطبق عليها هذه الإجابات السطحية. الحجة التانية بقى هي لما الإسلام والمسيحية تدي لك الإجابات دي، هل هم كده ردوا على السؤال الوجودي بشكل يتناسب مع العقيدة نفسها ولا لا؟ وخلي بالك أنا مش بقول لك هل الرد يتناسب مع العلم ولا الفلسفة والمنطق ولا لا، لا خالص. بس الرد اللي بيديهولك كلا من المسيحية والإسلام، هل هو رد يتماشى مع بقية العقيدة المسيحية أو الإسلامية؟ واحدة واحدة وخليك معايا. نمسك في الرد الإسلامي الأول. وما خلقنا الإنس والجن. نعدي شوية. The Mitsubishi Outlander PHEV is more than one thing. Like you. It's electric. إنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد، ما نقص ذلك من ملك إذا الإنسان عمل ده أو ما عملوش. معنى كلامك كده إن أنت بتقول أن الله عبثي، فهل الله عبثي طبقا للعقيدة الإسلامية؟ الإسلام بيقولك لا طبعا، الله لا يفعل شيئا عبثا. يعني تخيل مثلا لو أنا مليونير أو فأنا أرد عليك وأقول لك أنا مش محتاج أتصل بحد، أنا كل اللي أعرفهم اوكي، هو ناس لسه كتير بيتكلم في عندي الفكرة. القدرة إني أشتري مليون جهاز اتصال. الإجابة نعم، يبقى خلاص ماشي خلصنا، يبقى هو خلق الإنسان عبثا. ولو كانت الإجابة لا الله مش عبثي طبعا، هو كل ده يبقى بيحارس. هنرجع لنفس السؤال مجددا، لماذا خلق الإنس ليعبده وهو لا يحتاج عبادة وهو ليس عبثي؟ ولو قلت العلم عند الله بقى له في ذلك حكمة لا يعلمها إلا هو يعرفه عشان يلصق نفسه بالخالق، بينما عجز بشكل واضح. وقصور الرد يكشف لك ان الرد ده رد بشري مش الهي. تعال نمسك في الرد المسيحي. اللاهوت المسيحي بقى اللي قال لك ان الله خلق الانسان عشان يتمتع بالوجود، مع ان الانسان طلعان كتاكيته في هذا الوجود. وفي- متعة ايه حضرتك في عالم بيصارع من اجل مش معنى البقاء المتعة. منذ يومه الاول؟ المسيحية طبعا اضطرت لمعالجة درامية بتدعي ان هذه المعاناة وهذا الصراع سببه ثواني. هي على فكرة ده حتى الفلسفة اليونانية ميزت الفرق في التمتع بالوجود، بأن في نوع زي الهيدونيزم اللي هو غرض الوجود أكتسب أكتر شيء من المتعة وأقلل أي شيء من الألم. ده الغرض العام من الوجود. بس الناس اللي زي أرسطو وبليتو والناس دول بصوا على الحاجات ديت بنوع من الدونية. يعني هو ده أقصى أحلامك، إنك أنت تستمتع جسديا وتمنع الألم من عندك جسديا. حتى الفلاسفة اليونانيين لاحظوا إن الإجابة دي إجابة سطحية جدا، والمسيحية أساسا ما بتحاولش تروح الناحية دي. اليوديمونيا أو الفيرشيو بتاعت السعادة بتاعت الإنسان، ودي أحد الأسئلة الوجودية، هي إيه الحياة اللي تستحق أن تعاش؟ ودي الأسئلة الوجودية. والمسيحية بتقول مش إنك تتجنب الألم، بس إنك تواجه الألم وتنتصر عليه.
فما تقوليش بقى كتاكيت ومش كتاكيت، وده كده يبقى دليل على فشل الإنسان، على فشل المسيحية. المسيحية ما بتقولش كده، ما بتمثلش، المسيحية غير مغيبة عن الواقع. هو الإنسان ذاته وسقوطه في الخطية الأولى. طب بالنسبة للحيوانات حضرتك اللي برضو بتصارع من يعني أجل خلاص خلاص، يعني الإنسان يعني كده انت اقتنعت بالإنسان فراح، بس نكمل. البقاء وبتنهش بعضها البعض، هيرد عليك أي قسيس أو كاهن أو خادم للرب ويقول لك لا، ما هو لما آدم وحواء أخطأوا ربنا قال له ملعون الأرض بسببك. الحيوانات في الأصل ما كانتش شرسة وما كانتش بتاكل بعض وكده، وده كله بسبب خطية الإنسان. لو النبي بجد والله انت مصدق ومقتنع بالرد اللي انت بتقوله لي ده؟ طب وبالنسبة لل90% من الكائنات اللي تم إبادتها وانقراضها قبل ظهور الإنسان وسقوطه، قبل ما الأرض تتلعن حضرتك، دي إيه؟ دي ليه ربنا خلقها؟ وبالنسبة للأدلة الأحفورية اللي عندنا اللي بتثبت برضو إن قبل ظهور الإنسان على الأرض خالص كان في حيوانات مفترسة بتنهش بعض من أجل البقاء، دي برضو بسبب لعنة الأرض. مش حاسس ان عقيدتك برضو عاجزة كل العجز امام الاسئلة الوجودية في اسباب خلقة الله للانسان والحيوانات؟ جود بمرة أخرى، هو احنا هنا بنعق الحيوانات في الموضوع، لأن الحيوانات مش من الأسئلة الوجودية. الأسئلة الوجودية المدارس الفلسفية لخصتها في 4 وأحيانا 3. هو الإنسان جاي منين؟ الإنسان رايح فين؟ إيه غرض الإنسان؟ وإن الإنسان يعيش إزاي، أو إيه الحياة التي تستحق أن تعيش. الحيوانات مش من الأسئلة الوجودية. هو حطها من ضمن الأسئلة الوجودية، يعني هو عايز يفهمنا إن هو لو معرفش الحيوانات اتوجدت ليه هو مش هيجيله حالة من الاكتئاب. ده معنى الأسئلة الوجودية، ومش عارف ينام الليل وهيبتدي يفكر ويدور في كتب ليه الحيوانات اتوجدت. وطبعا ده شيء غير منطقي ولا يصدق ولا حتى أي حد يقتنع بيه. خلينا نشوف. أنا هوقف لحد هنا من الفيديو. وهلخص الحوار الرد على باقي الحوار. هو جاب سيرة الحيوانات تاني. على فكرة أنا بحب الحيوانات خالص، على فكرة مش عايز حد يفهمني غلط وأنا بتكلم أنا كده، لكن برضو أنا مش عايز حد يلعب بمشاعري عشان هو ينجح في توصيل فكرة. وأتمنى الناس تكون بتفكر بنفس الطريقة، ما تخليش حد manipulate your emotions عشان خاطر gain points. animal death. هو اتكلم وقال animal death الحيوانات اللي ماتت 90% منها انقرضت قبل وجود الإنسان. قلت زي ما قلت قبل كده، هذا الاعتراض لا ينطبق على المسيحية، لأن المسيحية ما ربطتش بين غرض وجود الإنسان وغرض وجود الحيوان. المسيحية فصلت ما بين الاتنين كاتيجوري مختلفة خالص. لا الشجر خلق عشان خاطر الإنسان، ولا حيوانات خلق عشان خاطر الإنسان. الفكرة دي غير مسيحية بالمرة، ودي نتيجة إن هو حاول إن هو يدمج ما بين ديانتين ملهمش علاقة ببعض. غرض الحيوان نعرفه منه فيه باكتشافنا لطبيعة الحيوان، غرض الشجرة نعرفها منه فيها باكتشافنا بطبيعة الشجرة. دور الشجرة ايه في الايكو سيستم اللي هي بتلعبه فيه نعرفه من دراستنا للشجرة وطبيعة الشجرة اللي احنا بنحاول نفهم غرضها ايه. وده على فكرة عكس الايفوليوشن مش بيقول ان في غرض في الشيء، لكن بذرة التفاحة غرضها ايه؟ انها تكون تفاحة. كلام جميل. 2 ملوش علاقة بالسؤال بتاعي. لو عايز اعرف غرض وجود الانسان او اجابة ال4 اسئلة الوجودية، مفيش اي علاقة. ممكن اعرف اجاوب على ال4 اسئلة الوجودية اللي انا كل المدارس الفلسفية بتحاول تجاوبها من غير ما اعرف اجاوب هو الحيوان موجود ليه، او جوبا او سوري مش جوبا، الجدي اللي دخل القرن في وشه ده موجود ليه، او الاسد اللي اكل القرد اكلها ليه، او ليه موجودة. كل الكلام ده ملوش علاقة ببعض، doesn't follow. ملوش أي علاقة بس كانت المسيحية قادرة على إعطاء معنى للحياة بالرغم من الألم أو العشوائية اللي احنا شايفينها حوالينا. الله قادر على إنه يدي الإنسان معنى وأمل في الحياة بغض النظر إن الصورة حواليه ممكن تكون سوداوية، وده اللي شفناه ممثل في حياة البشر اللي عاشوا على مدار آلاف السنين، والكتاب سجل لنا حياتهم ككيس ستاريز. لو انت مش عايز تؤمن ان هو من كتاب سماوي، ممكن تبص على انواع الحياة اللي اتعاشت
ككيس ستادي وتشوف إذا كانت الحياة دي هي تستحق أن تعاش، وهل الحياة ديت فعلا حياة شخص لها معنى وهدف من الحياة بالرغم من الألم اللي عايشه. تالت حاجة إن المسيحية ما تبصش على موت الحيوان كموت الإنسان أو على ألم الحيوان كألم الإنسان. ليه؟ لأن الفاليو بتاع الإنسان مختلف عن فاليو الحيوان. عشان كده هتلاقي مثلا إن الحكم بتاع موت قتل الإنسان غير إن أنا مثلا لو ذبحت فرخة عشان أكلها، غير إن أنا لو رحت فعصت ناموسة. متخيل فعصت ناموسة؟ متخيل الشراسة في الفعل؟ ليه انا مش بحاكم ده زي ده زي ده؟ لان الناموسه ليها فاليو مختلفه عن الحيوان اللي حاسس زي القطه عن الانسان. عشان كده حتى القانون بيشوف الفرق ما بين او لو الثلاث امثله دول قدامه، مفيش حد بيروح للقاضي جريمه قتل، ايه اللي حصل؟ فلان فلاني فعص ناموسه. ايه جريمه قتل؟ ايه اللي حصل وانا سايق في الشارع سنجاب جري فاتفعص؟ ليه؟ بالتالي انا لو عندي اذا المشكله هنا السؤال الاخلاقي. يعني هو بيحاول يجاوب السؤال بطريقه المشاعر، ال appeal to feelings، بس هو في الحقيقه هو سؤال اخلاقي. هو بيميكس الكاتيجوريز. هل قتل موت الحيوان او قتل الحيوان morally evil؟ والاجابه هو لا. ابسط شيء عندك المسيح، انا ما اعتقدش ان في ناس بتقول عن المسيح انه شرس او شخصيه شريرة أو فاسدة أخلاقيا. المسيح ما كانش عنده مشكلة إن ياكل سمك. المسيح ما كانش عنده مشكلة إنه ياكل من لحم الخروف في عيد الفصح مثلا. فإذا الله مش بيبص لحياة الحيوان بنفس القيمة. احنا نفسنا برضو عندنا نفس الفهم الأخلاقي اللي الله بيحكم بيه في المسيحية. إذا مشكلة الحيوانات هي بتتلخص في مشكلة الألم للحيوانات. ليه؟ لأن احنا بنشوف الألم وفاهمين الألم وفاهمين معنى الصورة اللي هو بيقدمها لنا. أما مشكلة موت الحيوانات، دخول وافتراس موت الحيوانات، في أفكار. أولا المسيحية مش موحدة في الرد على فكرة الحيوانات، لأن في مسيحيين كتير مش young age. معظم الناس اللي بتستخدم الرد اللي هو قدمه هما المسيحيين اللي بيحاولوا يقولوا إن الأرض عمرها صغير. فبيقولوا ان الموت الحيوانات دخل بسقوط الانسان. معظم المسيحيين بيفسروا، ودي الآية اللي هي بتاعت ان بالخطية دخل الموت من خلال خطية آدم. لكن في الحقيقة الآية ما بتتكلمش عن موت الحيوانات. الآية بتحكي عن موت الإنسان. إذا الخطية دخل موت لمين؟ موت الإنسان. ليه؟ لأن في العهد القديم لما تقرأ التكوين الكتاب، الله لما اتكلم قال له موتا تموت، ما قالش سيرة الأرض. لما لعن الأرض قال له إيه؟ أكثر في كل حاجة. أكثر لما جت لعنة حواء أكثر أوجاعك. يعني أكثر أوجاعك يعني هو كان في حاجة مثلا وبقت بالأكتر بالكتير. كان في. ليه؟ لأن احنا محتاجين الألم عشان نقدر نعيش. لأن أنا لو معرفتش إن أنا لو دوست على الشوكة دي هتألم، وقعدت أدوس على الشوكة وأنا ماشي، في الآخر أنا هموت نفسي. إذا الألم منه فيه هو وسيلة حماية. نفس الشيء مع الحيوانات. نفس النيرفس سيستم، الجهاز العصبي اللي بيعلم الحيوان ان هو يبعد عن النار، هو نفس النيرفس سيستم اللي هيحس بالألم لو هو اتمسك في نار غابة. بس انت محتاج النيرفس سيستم انه يحس بالألم. ليه؟ لان هو ده الطريقة اللي الحيوان والانسان هيتعلم فيها انه ما يقتلش نفسه، ما يموتش نفسه. ليه؟ لان في قوانين طبيعة. طب ايه قوانين الطبيعة؟ محتاج ان انا ادخل الله في كل مرة هاجي ادوس على شوكة مثلا او هتعملي انفكشن وفي الاخر ممكن ما عنديش انتبيوتيك فاموت، اني الله يتدخل بمعجزة ويشيل الشوكة او بمعجزة واخف. بالتالي عمرك ما هتتعلم. ليه؟ لأن مفيش أي ريجولاريتي في القوانين الطبيعية. القوانين الطبيعية هي اللي سمحت لنا بالاكتشاف وبالعلوم. لو الله تدخل كل شوية عشان يكسر القوانين الطبيعية عشان خاطر مبقاش فيه شر وألم، يبقى أنا مش هقدر أتعرف على القوانين ديت، مش هعرف أكتشف النمطية اللي في العالم. إذا لازم أبص الموضوع بطريقة أكبر بكتير من ما هو مسموح، من هو بالطريقة السطحية اللي هو بيحاول يتكلم بيها. في بعض المسيحيين بيقولوا زي ما فكرة الصليب كان ليها أثر رجعي وأثر مستقبلي، سقوط الإنسان ممكن كان برضو ليه أثر رجعي.
بمعنى ان الله عارف ان الانسان هيغلط، وعلى هذا الاساس كون قوانين الكون اللي احنا عايشين فيه بانها تسمح بشوية حاجات معطيات بما فيها موت الحيوانات. في تفسير اخر بيبص عليها بالطريقة دي. في ناس تانية بتقول زي ما سقوط الانسان كان في عالم الروحي كان ليه آثار على العالم المرئي، سقوط إبليس وملائكته في العالم الروحي ليه آثار على العالم المرئي. أوكي، إذا الموضوع مش بسيط وسهل ومقتصر فقط على فكرة آدم سقط فحصل خراب على الأرض، أو ما كانش فيه ألم خالص ودلوقتي بقى فيه ألم. زي ما قلت، فكرة انعدام الألم دي مش فكرة منطقية، لان هو الله استخدم. لكن انا اؤمن ان في الوقت اللي ادم فيه ما كانش وقع في الخطية، ان وجود الله في حياته هو كان مصدر الحياة ومصدر الشفاء. وكل حتة ادم كان ممكن يروح فيها ويتوسع في الجنة زي ما امر الله انه يوسع حدود الجنة، جنة عدن في الوقت ده، كان هيتوسع معاها تأثيره وعمله في خليقة الله لاستردادها. لكن ده توقف بسقوط آدم. الفاعلية اللي كان ممكن آدم يكون عنده كانت ممكن تبقى موجودة عنده في إن هو يمد حدود جنة عدن قلت. وده مش رأي شخص، ده في ناس بتقول كده برضو. موضوع العبادة وده اللي هنهي بيه، لأن هو متضايق جدا من فكرة العبادة. يعني انت كل حياتك عشان خاطر تعبد، وده ناتج عن إسقاط الفهم الإسلامي عن المسيحية. ان ايه يعني حياتك عشان تؤدي شوية طقوس تبسط بيها ربنا؟ وهو ده هو صحيح اديله بوينت ان هو قال ان الله ما خلقكش عشان هو محتاج العبادة، بس ده لا يعني ان الله ما خلقش الانسان عشان يعبد. لكن معنى العبادة في هو ما انكرش النقطة دي. فمعنى العبادة في المسيحية ان هي state of being، دي حالة انسان نتيجة لفيض حالة قلبية، نتيجة اني بلاحظ مين هو الله وعمل ايه في حياتي. اذا انا بشوف الله، بشوف قوته مجده، بشوف مثلا تدخلاته في حياتي، وينتج عنها نوع من العبادة. ده اول تطبيق لكلمة عبادة. تاني تطبيق في كلمة العبادة هو اني اعيش في محضر الله، بمعنى ان انا وعي بوجود الله مش on و off. مش بروح الكنيسة on انا دلوقتي بعبد، برجع من الكنيسة off انا دلوقتي عايش حياتي. لكن ان الله موجود. عشان كده حتى يوسف عاش وهو بيقول حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، أو كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. إلي الحي هو الرب الذي أنا واقف أمامه. ليه؟ لأنه وعيي بوجود الله أمامي بيحدد اختيارات حياتي، وده بينطبق في أنا غرضي إيه. الكتاب المقدس بيقول be holy، كونوا قديسين لأني أنا قدوس. غرض حياتك إنك تعيش طاهر، مش عشان الله عايزك بالأمر والقربان. لكن ده بيمنعك من انك تعيش بحياة اللي احنا بنسميها الشهوانية، فبتعيش كإنسان مش كحيوان. نقطة ثالثة عن معنى ال worship is to seek God's will. أنا بطبق الله مش بيقول إيه، أن أعمل مشيئتك يا إلهي سررت. دي طريقة المسار في الحياة، إن الواحد يبقى مختبر إن مشيئة الله في حياته بتتحقق. مش إني أنا فيها نوع من يعني بس ازاي بعيش بطبق الوصايا. انا في موقف احب الشخص ازاي ده يا رب، علمني احب الشخص الفلاني. ممكن يكون ده حد من بيتي. يا رب الموقف ده محتاج حكمة، اتصرف فيه ازاي. ساعات الله يروح حطك مجمعك في مجموعة مواقف كده، ممكن تقول عليها صدفة، ممكن حقك، بس يديك فيها ارشاد ونوع من الارشاد ويفتح عينيك ازاي تحب الشخص ده. ممكن تكون من خلال محاضرة في علم النفس، هل ممكن الله يوجهك لمصدر معلومات معين بحيث ان هو ممكن تكون من خلال وعظة في الكنيسة، ممكن تكون خلال قرايتك في الكتاب ينور عينيك على حاجة. ممكن اذا انت عايش حياتك في بحث مستمر بس ما عندكش الفشل. ليه؟ لانك انت عارف انك مش بتدور لوحدك،
ان في شخص تاني مشرف على الرحلة بينور عينيك. انا هنهي هنا. واتمنى اني تكونوا استفدتوا، واتمنى لكم اسبوع سعيد، ولحد المرة الجاية ربنا معاكم. باي باي.